في المستشفى يا جماعة. رسميا اليوم الولادة إن شاء الله. الآن ومباشر من داخل مستشفى الولادة، نور مجداد تدعو مولودتها الأولى وسط فرحة وترقب وتوتر من كل العائلة. السلام عليكم ورحمة الله. منذ قليل أطل الوليد مجداد على حسابه الرسمي وأعلن أنه الآن يتوجه إلى المستشفى لولادة نور هو ونور وكل العائلة. هاي غرفتها يا روحي، الله يبدل ملابسها وتجهز. كما خرجت مروة حماد منذ قليل أيضا على حسابها الرسمي وأعلنت أن نور الآن تستعد لدخول غرفة الولادة، وقامت مروة حماد بتصوير غرفة نور بعد أن تخرج من الولادة إن شاء الله هي والبيبي. وكل هذا التصوير كان بناء على رغبة الجمهور والذي طلب منها تصوير لحظات الولادة لحظة بلحظة. العائلة ظهرت وهي في حالة فرحة كبيرة، أيضا في حالة توتر نوعا ما، فهي الحفيدة الأولى لعائلة مجداد والتي إلى الآن لم يقوموا بالإعلان عن اسمها، وقالوا للجمهور إنهم ينووا أن يقوموا بالإعلان عن اسمها إن شاء الله بعد ولادة نور وبعد أن يطمئنوا على البيبي. وطلب الوليد من الجمهور وطلبت أيضا مروة حماد من الجمهور أن يقوموا بالدعاء لنور بأن يسهل الله لها ولادتها وأن تأتي المولودة بصحة جيدة، فاللهم سهل لها ولادتها يا رب العالمين، وأن يرزقها الله هي والوليد إن شاء الله بطفلة معافاة خلقا وخلق. حضر إلى المستشفى مع نور حماها خالد مجداد وحماتها مروة حماد، أيضا حضر أهل نور. وقالت مروة حماد للجمهور إنها الآن تقف بجانب نور وتدعمها الدعم النفسي المطلوب في هذه اللحظة، فنور تبدو متوترة جدا كما ذكرت مروة حماد. أيضا ذكرت مروة حماد بأن ولادة نور ستأخذ وقت طويل جدا، وهذا شيء طبيعي جدا بالنسبة لأول ولادة، ولكنها طلبت من الجميع بأن يقوموا بالدعاء لنور بأن يسهل الله هذه الولادة عليها. فعائلة مجداد كلها الآن موجودة في المستشفى إلى جانب نور أثناء الولادة، هم وكل أهل نور في انتظار أول حفيدة لهم، والتي إلى الآن لم يعلم أحد اسمها ولم يذكر أحد اسمها أبدا من عائلة مجداد. وفي كل الأحوال نتمنى من الله أن يسهل الله ولادة نور إن شاء الله وأن تأتي الطفلة بصحة جيدة. دعواتكم جميعا لنور. جمهور عائلة مجداد جميعا في انتظار أول حفيدة لعائلة مجداد إن شاء الله. متابعينا، خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.